مرة تانية عشاق ومتابعي نجوم اسكو القدامى، الشوط الثاني من لقاء اصدقاء ابو رحاب واصدقاء المحمدي. على الجبهه اليمين بقى ابو رحاب وحمدي والزهيري، وبيلعب معاهم طارق عبد المنعم. ادي لمسه من طارق الى احمد ابو رحاب، تمريره اماميه للزهيري. يا سلام على الجمله، يا سلام على الجمله وحلاوتها. الجون الاول بيسجله الزهيري، انما تمريره بلسم احمد ابو رحاب حطها ايه، مفيش احلى من كده. 1-0 المباراه الثانيه. اصدقاء ابو رحاب بيتقدموا بجون رغم التفوق الفني اللي كان عامله هشام خليل وياسر المحمدي ومحمود الاشول والمنسي في الشوط الاول، ومعاهم رضا حارس المرمى. انما هنشوف الماتش الثاني هيحصل فيه ايه. على طول محمود الاشول على جنب، يرجع لورا الى هشام خليل. هشام خليل رضا طالع من المرمى، انما ياخدها لنفسه. تمريره حلوه عند المنسي، تهرب من تحت رجله وتطلع بره الى رمي التماس. احمد ابو رحاب هنشوف المجهود البدني هيأثر على فرقه ياسر المحمدي وهشام خليل. رضا يوقفها على صدره، حلوه يا ولد يا لعيب، الى هشام خليل. يرجع على وسط ملعبه، هشام يفتح الملعب هناك عند المنسي. الاشول يستلم منه، خد وقت عشان يحضر هشام خليل يفتح له الملعب في الطرف اليمين قريب من خط التماس. يرجع تاني لرضا، مرحله تحضيريه من جديد ب3-4 تمريرات. محمود الاشول ضاغط عليه طارق عبد المنعم، طويله اماميه، تمريره قصيره من وسط الملعب. لو جت جون يا ولد يا ولد يا زهيري. هدفين الزهيري يتقدم بيهم، نازلين الفرقه سخنه قوي فرقه الكابتن ابو رحاب. الزهيري بيسجل جونين، احمد ابو رحاب عمل تمريره في اول جون، والثانيه الزهيري منين؟ من وسط الملعب ومن قبل دايره السنتر بيسجل الجون الثاني. 2-0. ترجع الكره ثاني لورا عند ياسر المحمدي الى المنسي. المحمدي في الجبهه الشمال متاخرين بجونين، لسه ياسر المحمدي محدش جاله. هشام خليل يستلم، ضغط عليه حمدي، ياخدوا 7 على الواقف، فاتح له هناك المنسي، طمع فيها، خطير خطير، انما تطلع بره الى رمي التماس. ياخدوا منها رمي التماس اصدقاء ابو رحاب. ابو رحاب هو اللي هيلعب، جاي له طارق عبد المنعم، انما لسه ابو رحاب عاوز يعمل التمرير الطولي الامامي هناك في المنطقه الهجوميه. يفتح الملعب الى حمدي، حمدي يستلم وماشي بيها، يلعب تمريره جامده على طارق عبد المنعم، انما ياخدها طارق تاني ويجيب الكوره من منطقه وسط ملعبه. طارق يلعبها الى الزهيري، الزهيري خطير خطير، جول جول جول. شكل المباراه تبقى سكور كبير، فرقه ابو رحاب جايبه 3 اجوان، الزهيري يعمل هاتريك، مفيش احلى من كده. 3-0 3-0 لتشكيله احمد ابو رحاب والزهيري وطارق وحمدي، ومعاهم الكابتن وائل في حراسه المرمى. كابتن ياسر المحمدي غيروا الكوره، ولا هي الكوره؟ لا هي الكوره. قلنا ممكن تكون الكوره الاولانيه فيها مشكله ولا حاجه. هشام خليل لمحمود الاشول على جنب، محمود الاشول بيدور هناك على المحمدي، يلعبها لهشام في العمق، تسديده خطيره يا ولد يا لعيب، انما يحط ايده وائل وتطلع بره الى ضربه مرمى. خبطت في وائل ركنيه، وهي طالعه خبطت وخدت ايد وائل، تبقى ضربه ركنيه اهلا وسهلا بحضراتكم. حبيت افكر حضراتكم بس باصوات المعلقين الجيدين الاشول يلعبها لهشام خليل اثناء مشاهده هيدور عليه تاني لمحمود الاشول. كابتن احمد ابو رحاب الحاليين الموجودين ضاغط عليه ابو رحاب، انما تروح لياسر المحمدي. المباراه 3 نقلات هناك عند المنسي، تسديده جامده، بيزعق له هشام خليل اللي مستني عشان يستلم فيه الطرف العكسي، ولكن تطلع بره الى ضربه مرمى. جمالي اكتر من رائع. يلعب على طول احمد ابو رحاب لوائل، بس ان احنا ما عندناش ازمه في المعلقين، هيلعب احنا قدام، عندنا ازمه يلغي في اختيار المعلقين، يحطها لطارق عبد المنعم، قريب منه الزهيري صاحب الهاتريك والثلاثيه الجميله اللي جابها الزهيري، انما بره الى رمي التماس. ابو رحاب بينادي عليه الناحيه الثانيه، الزهيري يلعب له، ضاغط ياسر المحمدي من الزهيري الحمدي، يا ولد يا لعيب على الترقيصه حلوه من حمدي قوي، هيروح على الجون. تمريره لطارق عبد المنعم، انما يقطعها هشام خليل. هشام خليل طالع لقدام الى ياسر المحمدي، ياخدها منه طارق، خطير خطير، انفراد، ممكن يلعبها لحمدي لطارق، ممكن الرابع، جول جول جول، رباعيه عن طريق حمدي، 4 تجوان، 3 سجلهم الزهيري وهدف ليه كابتن حمدي بعد السيطره كامله على تشكيله المباراه.
4-0 لاصدقاء ابو رحاب. كابتن ياسر المحمدي الشوط الثاني مشكله كبيره بعد ما كانوا مسيطرين تماما على مجريات الامور الفنيه خلال الشوط الاول، انما 4 تجوان في 10 دقائق اللي تابعناهم. تروح الكره هناك في الجنب الشمال، تطلع بره الى رمي التماس. يعني مشهد غريب في الملعب. الكابتن وليد حد سرق منه الصفاره، ما كانتش معايا اصلا. كابتن وليد خليل الحكم حط بان الكوره ولا ايه، حط الصفاره في جيبه وقعت. انت واخد الصفاره